السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات على الحاج. اليوم وصفتنا تحفة، رز الأوزي. هنعمله بطريقة كتير مميزة وسهلة وبسيطة، بنفس الوقت التقديم روعة، هتبهري فيه عيلتك وضيوفك. نبدأ بسم الله. بحتاج للحمة كفتة، أو إذا بتحبي لحمة مفرومة خشن حسب رغبتك. بدي بصل مقطع، والخضار اللي بدي إياها بازيلا وجزر وذرة. البهارات حنحكي عنها بالتفصيل. بقلاية على النار، ضفت شوية زيت وبدي أقلب البصل لحد ما يدبل. على الناحية التانية بدي أقلي اللوز دايما بقليه على نار هادية، يعني بعد ما يسخن الزيت بضيف اللوز وبتركه على نار هادية. اللحمة بضيفها للبصل وبقلبهم على نار عالية حتى بتنزلش المية تبعتها وتضلها طرية. اللوز رفعته من الزيت، بس الزيت بدي اياه، هنشوف لإيش بعد هيك. الخضار بضيفها على اللحمة وبقلبهم. البهارات اللي بدي أضيفها رشة من جوزة الطيب، بهار، فلفل أسود، شطة مطحونة، هيل مطحون، زنجبيل مطحون، قرفة مطحونة، وملح. بقلبهم بتركهم على نار هادية لحد ما تستوي الخضار. نيجي للرز. بحتاج لرز بسمتي حبة طويلة مغسول ومصفى. البهارات الصحيحة بدي لومي وقرفة وهيل وورق غار وشطة. والبهارات التانية حنحكي عنها بالتفصيل. وبصلة مقطعة. طنجرة ضفت شوية سمنة، والزيت اللي قليت فيه اللوز حضيفه على السمنة، هيك بتعطي طعم مميز للرز. بضيف البهارات الصحيحة للسمنة والزيت وبقلبهم لحد ما تطلع ريحتهم. بضيف البصل المقطعة وبقلبها لحد ما تدبل. تمام هيك. الآن بضيف الرز. ورز البسمتي دايما حاولي تغسليه مرتين وثلاثة. هيك بقلبهم. بدي كل الرز ياخد من الزيوت. البهارات اللي حضيفها نفس البهارات اللي ضفتها للحمة والخضار. رشة من جوزة الطيب وقرفة وهيل وشطة وزنجبيل، فلفل أسود، وبهار. بقلبهم. بدي أضيف عيار المية. لكل كوب رز بدي كوبين مية، طبعا لو عندك مرقة بكون أفضل. أنا بدي أستبدل بمية وماجي بودرة. ضفت المية، بدي أضيف ماجي البودرة. بخلطهم. بضيف الملح المناسب. بغطيها وبتركها على نار هادية. بدها من ربع لثلث ساعة. الخضار واللحمة جهزوا واستووا. بعد ثلث ساعة هيك تمام استوى الرز. دايما حاولي تحرك الرز بالشوكة، بس بدي اياه يتشرب وتتفتح الحبة. ايش بعمل؟ بغطيه بفوطة. ودايما كل انواع الرز هيك اعملي فيها. خليها ربع لثلث ساعة قبل التقديم. الآن أنا حبيت أقدمه بقالب. طبعا طريقة التقديم بتعتمد حسب رغبتك. بضيف طبقة من الخضار واللحمة، بضغط عليها بالشكل هذا. بضيف طبقة من الرز، بفردها وبرضو بضغط عليها. تمام هيك. برجع بضيف كمان طبقة من الخضار واللحمة، وفوقها كمان طبقة رز، وكل مرة بدي أضغط. صحن التقديم بدي أقلب القالب.
شكل تحفة، يعني انت هيك قدمتي قالب كيك مش قالب أوزي. بزينه باللوز المقلي. روعة. تنسوش دايما تشاركوا بقناتي، تضغطوا على الجرس حتى يوصلكم كل إشي جديد بعمله. شكرا كتير لمتابعتكم، حياكم الله.